بتشتغل كتير بس مش بتنجز حاجة، تفتكر المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انت واقع في فخ من الافخاخ اللي انا هقولها لك دلوقتي. الاول انا محمد وحشي، دي جي سكريبتد، بنعلمك تبدا في البرمجة وخبرة اكتر من 10 سنين. اول حاجة ان انت تفضل تفتح تابز كتير علشان خاطر تنقل من كل حاجة معلومة وفي الاخر تحس ان انت مش بتقدم. الحقيقة كون ان انت البراوزر بتاعك مفتوح فيه تابز كتير ده مش معناه ان انت بتنجز، لان الانجاز بيعتمد على الريزلت او النتيجة مش الحركة بتاعتك. ان انت مثلا فاتح تابز كتير وسايبهم بقى فبتحس بالحقيقه الموضوع ده بيخليك مثقل اكتر اصلا. تاني حاجه ان انت تخش في لوب، ان انت عمال تتعلم حاجات او عمال تشوف توتوريالز كلها لنفس الموضوع ومش بتنفذ ولا سطر كود واحد. طب انت ايه فايده التوتوريالز اللي انت تتفرج عليها؟ الحقيقه ان التعلم بدون تطبيق هيساوي صفر نتيجه، فتعلم توزع طاقتك صح. تالت حاجه مالتي تاسكينج، انت بتتعامل مع دماغك على ان هي سيرفر بينفذ اكتر من تاسك في نفس الوقت، فلما تبدا تسويتش ما بين كل تاسك والتانيه ده بيهدر طاقتك كتير جدا. وانا لسه قايل لك اتعلم تنظم طاقتك صح علشان تعرف توصل لافضل نتيجه. ركز في تاسك واحده بس، خلصها وانقل على اللي بعديها. رابع حاجه اوفر بلاننج، ان انت تكتب خطط كبيره قوي ومعقده وتقعد تتفزلك كده وتحسس دماغك ان انت خلاص هتعمل، وانت في الاخر بتعمل تاسك تو دو ليست مثلا او نوتس او اي حاجه، وده بينتهي دايما ان انت بتنسى تبدا. خطه صغيره وبسيطه زائد تنفيذ هتساوي تقدم ونتيجه حقيقيه. خامس فخ هو النوتيفيكيشنز، التليفون، الشاشه. كتير وانت بتشتغل بتمسك تليفونك وتقعد تسكرول وانت بتعملش حاجه اصلا، وانت بس بتفصل فاكر ان انت بتفصل، وده اسمه فيك بريك مش ريل بريك. البريك الحقيقي انت تنزل تتمشى، تقف في البلكونه شويه، تشم شويه هوا نضيف، تقفل الاشعارات ساعتين بس وخش كده بعمق كده جوه الشغل بتاعك، واوعدك هتتصدم من فرق الانتاجيه بتاعتك. لو عاوز تشوف فيديوهات اكتر من دي تابعني او احفظ الفيديو ده عندك.